في الفيديو ده هقولك على 7 خرافات منتشرة في عالم البي سي ومعرفش الكلام ده جه منين. يعني حاجات منتشرة وانت ممكن تكون مقتنع ان في حاجة من اللي هنقولها دلوقتي هي صح. فعايزك تركز معايا واحدة واحدة وتسمع الكلام اللي هنقوله، لان انت ممكن تكون معتقد حاجة من اللي احنا هنقولها دي وهي مش صح، وهتلاقي نفسك بتصرف فلوس في حاجة هي ملهاش لازمة. عايز اقولك ان اخر خرافة في الفيديو ده يعني تعتبر منتشرة جدا وكل الناس بتعملها تقريبا، فعايزك تسمع الفيديو للاخر لان انت ممكن تكون واحد منهم وبترمي فلوسك على الارض. فتعال نشوف ال7 خرافات اللي معانا، بس ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نشوف الموضوع بتاع النهارده. اول خرافه كده معانا وهي مرتبطه بالباور سبلاي. دايما انا بنصح الناس ان هم يجيبوا باور سبلاي كبير، يجيب باور سبلاي 800 واط 1000 واط زي ما يكون، ولكن ما تروحش تجيب لي باور سبلاي 1000 واط على جهاز بيستهلك 300 واط. هتقول لي طب ليه؟ ما هو معايا للتطوير. هقول لك تمام، لو انت جايبه للغرض ده تمام، لكن فكره ان انت اصلا جايب جهاز كل استهلاكه 300 واط فده معناه ان الميزانيه محدوده بزياده، فانت فعليا جايب باور سبلاي بثمن الجهاز، فانت بتستثمر في باور سبلاي صحيح ولكن بالعقل برضه. يعني انت مثلا عندك الجهاز ولنفرض ان هو بيستهلك 400 واط، فانت لو جبت باور سبلاي 600 واط تمام، ده هيسع التطويرات البسيطه اللي انت ممكن تعملها، لان غالبا التطوير الاكبر من كده هو هيكون انك هتغير المنصه كلها. ففكره ان انت تجيب باور سبلاي بيساوي 3 مرات استهلاك جهازك ده امر مبالغ فيه، والفلوس دي انت كان ممكن توفرها من ثمن الباور سبلاي وتحسن في الجهاز شويه. فدايما احسب استهلاك الجهاز بتاعك وحط لنفسك كده 150 200 واط زياده، بحيث ان انت تبقى في الامان لو في قطعه عندك عملت سبايك دي يعني ان هي بتستهلك عالي في كسر من الثانيه وتنزل تاني. يعني قطعه مثلا بتستهلك 100 واط ده العادي بتاعها، ممكن تعمل سبايك توصل ل 150 وتنزل تاني، الكلام ده بيحصل في كسر من الثانيه. فلو الباور سبلاي عندك ما فيهوش ال 50 واط الزياده دول، ممكن الباور سبلاي يتوكل على الله، والمعيار مش الواط وخلاص. شوف الفيديو بتاع الباور سبلاي، لان انت ممكن تجيب باور سبلاي 750 واط وباور سبلاي تاني 650 واط وتلاقي الاثنين بيطلعوا نفس الواط في الاخر، حسب الشهاده اللي هو واخدها، حسب الكفاءه بتاعت الباور سبلاي اللي هو موضوع 80 بلس والشهادات التانيه، بس هي 80 بلس اشهر شهاده فيهم، ودي الشهاده اللي تقدر ان انت تثق فيها. شوف الفيديو بتاع الباور سبلاي بدل ما اقعد اتكلم كتير في النقطه دي، شوفه هيفيدك وهيفيدك في النقطه دي تحديدا. ندخل على الخرافة اللي بعد كده وهي خرافة تقيلة شوية، يعني ناس كتير معتقدة اللي انا هقوله ده، ان انت لو جبت كارت شاشة عالي فده معناه اداء افضل. صحيح، ولكن ما تجيبليش كارت شاشة عالي، يعني ما تروحش تجيب لي مثلا RTX 4090 وتركبه لي على شاشة فول اتش دي 100 هرتز مثلا، او فول اتش دي 60 هرتز. ما انت كده ما عملتش حاجه، انت كده ما استفدتش حاجه، لان انت مهما عليت في امكانيات اللعبه اللي انت بتلعبها او الحاجه اللي انت بتعملها، طبعا الكلام ده لا ينطبق على الشغل، لان انت في الشغل مش فارق معاك عدد الفريمات والكلام ده. بتكلم بنسبه كبيره للناس اللي هم اللي بيلعبوا على البي سي، او اللي هو جايب البي سي عشان يلعب اصلا. ففكره ان انت تركب شاشه فول اتش دي 60 فريم مثلا على كارت 4070 ولا 4080 ولا اي حاجه من الحاجات العاليه، انت فعليا رميت فلوس في الارض، لان انت مش هتشوف اللي الكارت بيطلعه. الكارت بيطلع لك مثلا 500 فريم، انت شايف منهم 60، فانت بالنسبه لك هيبقى ال 40 60 زي ال 40 90، مش فارقه كتير. ممكن تفرق في اداء بعض الالعاب، ولكن انت مش هتشوف ده لان شاشتك مش مساعدك. فدايما قبل ما تشتري كارت الشاشه اتاكد ان انت هتعرف تستفيد فعلا منه، هتعرف تستغل كل حاجه هو بيقدمها لك، عشان ما تبقاش رميت فلوس على الارض. يعني في سيناريو زي اللي قلناه من شويه، اللي هو واحد جاب 40 90 وعلى شاشه فول اتش دي، لا انت كان ممكن تروح تجيب ال 40 70 وتجيب شاشه 2K مثلا 144 هرتز ولا حاجه. هنا بقت التوليفه مناسبه وتقدر ان انت فعلا تستمتع وتعيش التجربه بتاعه الكارت اللي انت شاريه. لكن تخيل انت جايب شاشه تعبانه على كارت عالي، انت كده بترمي فلوس في الارض. فهي مش فكره ان دايما كل ما جبت كارت اعلى كل ما ده كان احسن، طبعا هو هيكون احسن ولكن انت مش هتشوف اللي هو هيقدمه. لما تجيب كارت شاشه كويس اتاكد من الشاشه بتاعتك الاول قبل ما تدفع فلوس زياده. يعني الفلوس الزياده اللي انت هتدفعها دي انت ممكن تدفع اقل منها شويه وتطور الشاشه بتاعتك، يعني مفيش مشكله، بدل ما تجيب 40 90 هات 40 80 وهات شاشه 2K. الخرافه اللي بعد كده وهي ان كل ما زودت رامات كل ما الجهاز كان اسرع. لا خالص، ما فيش حاجه اسمها كده. فكره ان انت تزود الرامات او حجم الرامات، لان انت الرامات ليها محددات كتير، هي مش بالحجم وخلاص، انت عندك التردد وعندك زمن الاستجابه وعندك الحجم، فعندك حاجات كتير
بتحدد هل الرام اللي معاك دي كويسه ولا لا. فهي مش قصه حجم وخلاص، ولكن احنا هنتكلم دلوقتي في نقطه الحجم. انت دلوقتي كل ما هتزود رامات، دي الخرافه اللي منتشره، كل ما هتزود رامات كل ما الجهاز هيكون اسرع معاك واحسن. لا، هو على حسب استهلاكك انت. يعني انت ممكن لو فتحت التاسك مانجر مثلا وبصيت على استهلاك الرام، الجهاز شاكب راكب كده بحركاته كلها واخد 8 جيجا رام. انت هتركب ال 32 لمين؟ ليه؟ يوم ما هتضغط عليه هياخد يا عم 14 جيجا رام. ففعليا انت كده عمال تزود في رام هي انت مش هتستخدمها في حاجه. انت كواحد بيلعب مثلا هو 16 جيجا بالنسبه له تمام، ما عندوش مشكله. واحد بيشتغل مونتاج وكده حسب برضو نوع الشغل اللي انت بتشتغله. ففكره ان انت كل ما تزود رام كل ما الدنيا تبقى احسن، لا، ومفيش حاجه اسمها كده. يعني مش طحينه اهي. انت مش كل ما تزود طحينه كل ما الكفته تبقى احلى، مفيش الكلام ده. لا، هو الرام بتزودها على حسب استهلاكك وعلى حسب الشغل اللي انت بتقدمه. الحاجه اللي انت بتعملها على البي سي بتتطلب قد ايه رام، ساعتها تقدر ان انت تزود الرام بتاعتك. وبالمناسبه لما تيجي تركب الرام اتاكد من موضوع الدول تشانل. يعني لو انت مثلا قدامك رامه 16 ورامتين 8، خد الرامتين ال8 احسن من الرامه 16 وركبهم دول تشانل. يعني ما تاخدليش الاثنين ال8 وتلزقهم لي جنب بعض. لا، انت لو عندك سلوتين مش فارقه، ولكن يستحسن ان انت تركب في البعيد عن البروسيسور. بس هنفترض ان احنا في الوضع الطبيعي اللي هو منتشر في البوردات الدي دي ار 4، لان بالمناسبه الدي دي ار 5 ما فيهاش اصلا موضوع الدول تشانل. هي الرامه ركبها عادي، ما فيش مشكله لو رامه واحده تمام، ما عندكش مشكله. بس خلينا نتكلم عن الدي دي ار 4. فاحنا عندنا الاربع سلوتات، انت بتفوت واحده وتركب في اللي بعدها. ادي البروسيسور اهو، السلوت اللي جنب البروسيسور بتفوته وتركب في اللي وراه. كل سلوت واللي بعده دول كده مع بعض بيعملوا دول تشانل. يعني انت عندك السلوت ده تسيبه فاضي تركب في اللي بعده، بعد كده تسيب واحد فاضي، بعد كده تركب في اللي بعده. لو انت عندك 4 رامات مش فارقه، انت كده كده هتركب الاربعه. لكن لو انت عندك رامتين هتسيب واحد تركب واحد، هتسيب واحد هتركب واحد. وخلي بالك بقى وانت بتشتري الرام تبص على السي ال. ناس كتير ما بتاخدش بالها من الموضوع ده، وهو زمن الاستجابه. الرقم ده كل ما قل كل ما كان احسن. يعني انت لو بتشتري رام دي دي ار 4 مثلا وعندك رامه سي ال 22 ورامه سي ال 16 والاثنين مساحتهم 8 جيجا والاثنين ترددهم 3200، روح للسي ال 16، هتكون افضل معاك بكتير. الخرافه الرابعه او الخرافه اللي بعد كده، انا مش فاكر احنا في رقم كام، بس يعني الخرافه اللي بعد كده وهي ان انت المعجون الحراري لازم تغيره كل شويه عشان تحافظ على اداء البي سي. الكلام ده يعني صح وغلط. صح لو انت بتركب معجون حراري ماشي حالك ويلا بينا من تحت السلم وبتركب اي حاجه. يعني لو انت بتحط معجون حراري من الانابيب ولا الكيس اللي بتتباع ب 20 جنيه و50 جنيه والحاجات، ما اعرفش الاسعار دي لسه موجوده ولا لا، بس يعني المعاجين دي بعد عنها خالص. لكن لو انت جايب معجون حراري من كولر ماستر ولا اركتيك ولا اي شركه سيرمال جريزلي مثلا، حاجه زي كده، انت هتغيرها مره كل 3 سنين ولا 4 سنين، انت مش محتاج تغيرها كل شويه. ففكره ان انت كل ما هتغير معجون حراري كل ما ده هيكون احسن للجهاز، لا، انت كده بتدفع فلوس على الفاضي، انت كده ما بتعملش حاجه. خصوصا ان المعاجين الحراريه دي بتكون نوعا ما مكلفه شويه غير المعجون الرخيص. يعني انت بتلاقي نفسك مثلا الانبوبه جبتها ب 600 جنيه ولا حاجه، فانت فعليا مش محتاج ان انت تغير المعجون الحراري. كل سنتين كده ولا حاجه ممكن تبص على اداء الحراره عندك في الجهاز، والله تمام تمام، مش تمام ساعتها يبقى غير المعجون. الخرافه اللي بعد كده ودي يعني في ناس بتتخانق فيها كتير، انتل احسن من اي ام دي، اي ام دي احسن من انتل. يا اخوانا مفيش حاجه اسمها كده. ولما تقارن معالجات او تقارن اي حاجه عموما، قارن موديلين. ما ينفعش اقول مثلا في المطلق كده كروت انفيديا احسن من اي ام دي، او ان معالجات انتل احسن من اي ام دي، او اي ام دي احسن من ما ينفعش. لان في الفئه السعريه دي انا عندي ايه خيارات، ساعتها ابتدي اشوف الخيارات دي وافاضل ما بينها. ما ينفعش ان انا اقول شركه احسن من الثانيه في المطلق. لا، هو كل شركه بتنتج حاجات بتتفوق على حاجات تانية انتجتها الشركه التانية. فتعلم ان انت تقارن صح، ما تقارنش شركات ببعض، قارن منتجات، قارن موديلات. ما ينفعش ان انت تاخد الشركه كده كلها وتقول دي احسن من دي. الخرافه اللي بعد كده وهي ان انت كل ما بردت الجهاز كل ما الاداء بقى احسن.
هي صح وغلط، بس كل ما بردت الجهاز يعني بالعقل، لان انت خلي بالك في حاجه عندك اسمها سيرمال ثروتل، او درجه الحراره اللي عندها البروسيسور بيبدا ان هو اداؤه يقل ويقلل التردد بتاعه بحيث ان هو يسيطر على درجه الحراره. طول ما انت ما وصلتلهاش انت في الامان يابا، ما عندكش مشكله. فكل ما هتزود تبريد كل ما الاداء هيكون احسن. لا، هو انت هتبقى بتاخد 100% من اداء المعالج بتاعك، ولكن مش هتاخد 120% مثلا، انت هتاخد 100% من اداء المعالج. فطول ما انت محافظ على درجات الحراره الطبيعيه انت كده كده الدنيا معاك كويسه. فما تروحش تصرف في تبريد وانت مركب لي i3 يعني فاهم الفكره؟ خلي بالك من النقطه دي. وعلى ذكر التبريد نيجي للخرافه السابعه واللي كلنا فاكرينها صح. كيسه كل ما كانت اكبر كل ما ده معناه تهويه احسن. صح وغلط. صح ليه وغلط ليه؟ صح لان انت كل ما زودت المساحه اللي الهواء بيتحرك فيها، تمام، انت عملت نوعا ما كده، خليت الجهاز يتنفس، خليت الجهاز في مساحه يقدر الهواء ان هو يتحرك. بس انت ممكن الهواء اصلا انت ما انتش عارف تحركه ازاي. الموضوع ده فيه قصه. ما انت برضو المراوح دي مش بتتركب اي حاجه، لا هي مين فيهم هيدخل هواء ومين فيهم هيطلع هواء. فلو انت عندك كيسه كبيره ومركب المراوح غلط، يا فرحتي ما انت ما عملتش حاجه، ما فيش اي اندهاش. ولو انت جايب كيسه صغيره بس عارف ازاي تركب المراوح وعارف اتجاهاتها وعارف منين الهواء يدخل ومنين الهواء يخرج، وعلى فكره انا هقول لك دلوقتي ازاي تعمل الموضوع ده، بس خلينا نكمل الكلام بتاعنا. لو انت جايب كيسه صغيره وموزع المراوح بتاعتك صح واتجاهاتها صح، فانت هتكون احسن بكتير من اللي جايب كيسه كبيره وهو مش عارف يوزع المراوح. على ذكر المراوح، انت عندك المراوح اللي قدام دايما خليها ان هي تدخل هواء. دايما خلي المراوح اللي بتكون في الكيسه من قدام هي اللي تدخل للكيس هواء. ده المفروض في عندك مراوح بتدخل ومراوح بتطرد. ده ليه؟ عشان تعمل الاير فلو، عشان الهواء يدخل يخرج يدخل يخرج. لكن ما تخليليش كل المراوح مثلا بتدخل الهواء. مراوح لو كلها بتدخل هواء، طب ما انت محافظ على درجه الحراره العاليه جوه الكيس. وما تخليليش برضو كل المراوح بتطرد هواء، لان انت كده هتبقى بتهلك في المراوح على الفاضي، ان فعليا انت عمال تطرد. طب الهواء بقى اللي هو يدخل يبرد مفيش. ففكره ان انت توزع المراوح بتاعتك صح ده هيفرق معاك جدا في التبريد، وهيفرق معاك في 5-6 درجات. وبالمناسبه ده رقم كبير بالنسبه للحراره، حراره البي سي، ان انت يعني تنزل كده 5 درجات ولا 10 درجات، ده رقم كبير جدا. فعشان تعمل ده فانت محتاج ان المراوح اللي قدام تكون هي اللي بتدخل هواء جوه الكيس، والمراوح اللي فوق واللي ورا تكون بتطرد الهواء. هتقولي ليه؟ هقول لك ان الهواء السخن دايما كثافته بتكون اعلى، فهو لوحده بيحاول انه يطلع لفوق. وهو بيطلع لفوق حاول ان انت تساعده، حاول ان انت تخلي المراوح اللي فوق هي دايما بتطلع الهواء لبره، بحيث ان هي تاخد الهواء السخن اللي هو كثافته قليله وتطرده لبره. هتقولي طب المروحه اللي ورا، هقول لك ما هي المروحه اللي ورا مكانها فوق برضو. ففكره ان انت تدخل هواء والهواء السخن بيطلع، انت كده ما بتعملش حاجه. فدايما خلي المراوح اللي فوق او اي مراوح عاليه هي بتطرد الهواء، والجزء اللي قدام خليه هو اللي يدخل هواء. يعني ال3 مراوح اللي بيبقوا ورا الشبكه اللي بتكون في وش الكيس دي يدخلوا هواء للكيس، والباقي خليهم يطردوا. اتمنى تكون استفدت اي حاجه من الفيديو. فلو كان في خرافه من دول انت معتقدها، او لو كنت معتقد ان كلهم كانوا صح، سيب لي في الكومنتات كده، قول لي ايه اكتر حاجه من دول كنت بتعملها وانت مش واخد بالك، وقد ايه فلوس انت رميتها في الارض. يعني يا ريت تكتب لي الكلام ده في الكومنتات. ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.